وقعت الجريمة عام 2020، غير أن جذورها تعود إلى عام 2015 ميلادي، حيث بدأت حكاية هيفاء الفتاة التونسية الجميلة المنحدرة من عائلة محترمة معروفة بحسن الخلق. منذ طفولتها امتلكت موهبة واضحة في الرسم وتصميم الأزياء، وحلمت بأن تجعل منها مستقبلا ومهنة. تمسكت بحلمها بإصرار، فجمعت بين الدراسة والتطوير الذاتي حتى انتهت تعليمها وبدأت التدريب العملي في أكثر من مكان. هذه التجارب صقلت شخصيتها ومنحتها خبرة كبيرة وثقة عالية في التعامل مع الناس. ورغم صغر سنها تميزت بعقل ناضج جعل من حولها يثقون برأيها ويقدرونها. في عام 2018 حققت حلمها وافتتحت مشغل للأزياء الخاص بها، وخلال فترة قصيرة نجحت في جذب عدد كبير من الزبائن بفضل تميز تصاميمها وأخلاقها. وبحلول عام 2019 أصبحت معروفة في مجالها، وأصبح مشغلها مقصدا ثابتا لكل من يبحث عن الذوق المختلف والجودة. في تلك الفترة كانت هيفاء مخطوبة لشاب يشبهها في الأخلاق والالتزام، وبدأ معا التحضير لزفافهما، متفقين على تخفيف الأعباء عن عائلتهما والاعتماد على نفسيهما في تجهيز متطلبات الزواج. لهذا السبب كانت هيفاء تعمل لساعات طويلة وتبقى في مشغلها حتى وقت متأخر لتؤمن احتياجاتها. وفي أحد الأيام تأخرت هيفاء على غير عادتها ولم تعد إلى منزلها، ولم تنجح محاولات عائلتها في الاتصال بها. لم تنجح، اتصلوا ما كانت ترد. ظن أهلها في البداية أنها ستبيت في المشغل لكثرة العمل أو أنها ستعود متأخرة، لكن مرور الليل دون عودتها أثار القلق في نفوسهم. وفي صباح اليوم التالي توجه والدها إلى المشغل ليطمئن عليها، ففوجئ بأن المكان مغلق، وهو أمر لم يحدث من قبل. وبحكم امتلاكه نسخة من المفتاح قرر فتح المشغل ليصطدم بمشهد صادم، إذ وجد ابنته ملقاة على الأرض غارقة في دمائها، فما كان منه إلا أن أغمي عليه، فيما تم إبلاغ السلطات على الفور. وصلت قوات الأمن سريعا، وبفحص الجثتين تبين منذ اللحظة الأولى أنها تعرضت للضرب المتكرر على الرأس، إضافة إلى آثار واضحة على وجهها، مما أوحى بأن الجريمة تحمل طابع الانتقام لا مجرد القتل العابر. وأظهرت الكدمات أنها حديثة العهد. أما المعمل الجنائي فعند فحص البصمات وجد عددا كبيرا منها بحكم طبيعة المكان المفتوح للزبائن، غير أن اللافت كان وجود آثار دماء حول إحدى ماكينات الخياطة، مع فوضى غير معتادة في المكان، وهو ما أكده العاملون الذين عرفوا المشغل دائما مرتبا. امتدت آثار الدم من موقع الماكينة إلى منتصف المشغل، مما دفع الشرطة إلى ترجيح فرضية محاولة الضحية الهروب، كما لم يعثر على هاتف هيفاء ولا على الأموال الموجودة في الخزانة، إضافة إلى اختفاء سلسلتها الذهبية ودولة خطوبتها. بدا وكأن الجاني أراد تضليل التحقيق، ليبدو الأمر كأنه جريمة سرقة. نقلت الجثة إلى الطب الشرعي، وبدأت التحقيقات مع جميع المحيطين بها، وكان خطيبها أول المشتبه بهم رغم انهياره الشديد أثناء الاستجواب، إلا أن شهادات عدة أكدت وجوده في عمله وقت الجريمة، وتم التأكد من ذلك رسميا، فتم استبعاده من دائرة الاتهام. توالت التحقيقات دون نتيجة حاسمة، إذ لم تتوافر أدلة كافية ضد أي من العاملين أو الأقارب أو الزبائن. كما فشلت محاولات تتبع هاتف هيفاء، إذ كانت آخر إشارة له داخل المشغل. وفي تلك الأثناء صدر تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن الوفاة نتجت عن الخنق باليد والضرب بأداة معدنية على الرأس، مما تسبب في إصابات بالغة في الوجه والرقبة والظهر. وأظهر التقرير أن الجريمة نفذت بدافع الحقد والغل. ومن بين الأدلة الحاسمة وجد في يد هيفاء عدد من خصلات الشعر تعود لامرأة فسر ذلك بمحاولة مقاومة شرسة من الضحية. عندها وجهت الشرطة أنظارها إلى دائرة صديقاتها، فذكر أهلها صديقة مقربة تدعى سماح، وأكدوا استحالة تورطها، إذ كانت بمثابة أخت لهيفاء، نشأت معها رغم فارق السن بينهما، وكانت محل ثقة العائلة بأكملها. كما بدأ انهيارها في الجنازة دليلا على براءتها، غير أن خبرة المحققين دفعتهم لاستدعائها، ولاحظوا عليها توترا لا يشبه حزن الفقد بقدر ما يشبه الخوف من انكشاف السر. بررت سماح وجود بصماتها في المشغل بترددها اليومي عليه، لكن تحليل الحمض النووي أثبت أن خصلات الشعر تعود لها.
عند مواجهتها بالدليل انهارت واعترفت بجريمتها كاملة، كاشفة خطة محكمة نسجتها بدافع الطمع والحقد. كانت سماح امرأة متزوجة ولديها ابنتان، لكنها كانت على علاقة غير شرعية، وحملت من عشيقها قبل الجريمة بأسبوعين. لجأت إلى هيفاء طالبة المال لإجراء إجهاض سري، إلا أن هيفاء صدمت ورفضت لعدم امتلاكها المال الكافي ولانشغالها بتجهيز زواجها. عاد الرفض مرة أخرى، فاستبد الغضب بسماح وقررت التخلص من صديقتها وسرقتها. راقبت المشغل أياما عدة حتى تأكدت من مواعيد خلوة، وفي يوم الجريمة دخلت على هيفاء بعد انصراف الجميع متذرعة بخطر انكشاف أمرها، وطلبت منها إغلاق المشغل. ثم استغلت انشغال هيفاء بماكينة الخياطة، وقامت القاتلة بارتداء القفازين وأخرجت أداة حديدية ووضعتها خلفها، ثم توجهت نحو هيفاء من الخلف وباغتتها بضربة على مستوى الرأس، مما تسبب في إغماء الضحية التي سقطت على آلة الخياطة ثم على كرسي بالمكان، قبل أن تستفيق وتحاول الهروب من قاتلتها. ذكرت القاتلة في اعترافاتها أن الضحية كانت تحبو على يديها وساقيها محاولة الهروب منها، فيما كانت هي تضربها على كامل جسدها، حيث ضربتها عشرات المرات بأداة حديدية، مما أدى إلى كسر جمجمتها ورقبتها وظهرها، وكذلك فكها وتهشيم وجهها. وعندما رأت الجانية أن ضحيتها لم تمت بعد، قامت بخنقها، ثم اعتدت عليها بآلة خياطة على رأسها للتأكد من موتها. وبعد أن تأكدت من وفاتها قامت بانتزاع خاتمين كانا بيد الضحية، من بينهما خاتم خطوبتها وسلسلة كانت في رقبتها. ثم استولت على أموال كانت بدرج ومحفظة نقود هيفاء، كما استولت على الهاتف الجوال التابع للضحية. ثم اقتنت قارورة ماء غسلت بها يديها وحذاءها من آثار الدماء، وأغلقت المشغل وغادرت المكان، وتوجهت مباشرة لإجراء الإجهاض. وفي قمة النفاق حضرت الجنازة ومثلت الحزن والانهيار، ثم سارعت لاحقا إلى إحراق الهاتف والملابس بالأداة المستخدمة. غير أن الحقيقة انكشفت وخضعت للمحاكمة، وحكم عليها بالسجن 3 سنوات، ثم صدر بحقها حكم بالإعدام عام 2023. رحم الله هيفاء وألهم أهلها الصبر، فقصتها شاهد مؤلم على أن الثقة العمياء قد تكون قاتلة، وأن الشر قد يأتي من أقرب الناس.